كان صوته يومها مليان حماس. أنا أخيرا بدأت المشروع اللي كنت بحلم بيه من سنين. كان فخور جدا، وراني اللوجو والمنصة وكمان الفيديوهات اللي صورها. كل حاجة كانت شكلها صح، بس للأسف في حاجة واحدة ما كانتش موجودة، وهي الطلاب. في أول استشارة بينا كان لسه متفائل ومتحمس، وقال لي ممكن تكون المشكلة في الإعلانات، صح؟ وهنا سألته كم سؤال بسيط: مين العميل بتاعك؟ وايه المشكلة اللي انت بتحلها له؟ وليه كمان يشتري منك انت وما يشتريش من غيرك؟ وايه المختلف عندك؟ ساعتها حصل الصمت. هنا الصمت اللي بيكشف الحقيقة انه تعب جدا وصرف فلوس كتير، بس ما كانش عارف هو اصلا بيبني ايه. للاسف كان بيبني منصة، ما كانش بيبني اكاديمية. بعد شهور رجع كلمني تاني في استشارة، لكن المرة ديت صوته كان مختلف، اهدى واتقل، وللاسف كان في احباط شديد. وقال لي ساعتها جملة عمري ما هنساها: انا اكتشفت اني ضيعت وقت كبير جدا من حياتي وانا ببني حاجة ما كنتش فاهمها. عايز اقولك ان المنصة لسه موجودة لحد النهاردة، لكن المشروع نفسه اختفى، مش لان الفكرة وحشة ولا لانه مش شاطر، لكن كانت البداية في المكان الغلط. احيانا بتكون اخطر خسارة مش الفلوس، اخطر خسارة ان الحماس نفسه بيختفي.